الشاعر هل هيشعر ولا هيقول اعلام والله ولا حضرتك عايزانا جاي ولا هيقول تطوع؟ اتفضل يا استاذ. شعبي يا استاذ. حاضر نكتبها شعر. بس يكون له علاقه بالتطوع والتكافل والشخصيه المصريه. بقى بلاش، احنا ممكن نتكلم عن مصر لان مصر هي الام وهي الاساس في كل حاجه. القدس ليست محتمل شكرا لمحترف العزاء، لكنها ألق النبوة في جبين الأنبياء، صلوات مئذنة تقبل باسمنا خد السماء. القدس بنت الحب، أخت الحزن، أم الكبرياء. مساء الخير على حضراتكم، وكالعادة بيت العيلة بيلم الكل، بيت الوطنية، وكلنا متجمعين، وكلنا بنتجمع دايما في الحب وعلى الحب وعلى الصالح العام. لو احنا اتكلمنا النهارده عن المشاركه المجتمعيه فاحنا اساسا ده طبع فيها. يعني احنا لو اتكلمنا عن مصر او المصريين هو طبعهم ده التآخي، المساعده، الدليل لبعض. لان في اي حد في مجال يعني دايما بنقول ساعد ربنا يساعدك. فدايما انت لو بتفتح لحد افق جديده، لو انت بتسهل على حد مشكله معينه، ان انت قادر مثلا باسمك او بمعارفك او علاقاتك تيسر له ده، فانت ساعدته. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. الكلمه فارقه، التعامل فارق، القرب والتآخي فارق. ودايما ساعات بيدخلونا لما ما يلاقولناش سكه يقول لك مسلم ومسيحي، وده مش موجود عندنا في مصر ولا هيبقى موجود لان السكه دي مقفوله. انما احنا لو بنتكلم على العمل المجتمعي، انا شاب نزلت على الارض وعندي حاجات موجوده على النت وغيره. انا فكره ان العمل المجتمعي ده هو انت جزء من منظومه، لازم حضرتك تساعد المسؤول، لان المسؤول احيانا بيغفل عنه بعض المناطق. فحضرتك ممكن بمعارفك او بعلاقاتك او باتصالاتك تقدر توصل للمسؤول ان في مشكله في المنطقه دي، تقدر توصل له رساله، تقدر توصل له مشكله، وبالتالي تقدر توصل وتقدر تطلع بناتج وتخدم اهلك وتخدم في كل مكان بيطهرها. شباب بيضحي بحياته عشان حياتها ولسه مش عارف قيمتها. اسال اللي شرب مننا، اسال اللي شرب من نيلها، اسال اللي سافر وسابها وبيتمنى يرجع يبوس ترابها، اسال اللي جه وزارها واتمنى ما يخرجش منها، اسال الشعوب بحالها يقولوا لك اننا اجمل بلد. تحيا مصر. شكرا جزيلا استاذ حسين فتحي. وانت بتترجم كلمه اذا كنت تريد مصر الدنيا تتقدم، لا تقول نصراني ولا مسلم ولا يهودي، يا شيخ اتعلم، شمالك يمينك اوعى. سيد درويش طبعا. خلاص كده. مفيش كلمات لحضراتكم عشان ما تقولوش ان انا اوكي تمام. طيب نعود للمنصه والكلمات الاخيره، وهنبدا من دكتور استاذنا الدكتور مسعد. اتفضل يا دكتور. معلش سامحوني دكتور امان، احنا عايزين نخرج برنامج، عايزين نعمل، يعني مش عايز اقول مسابقه، عندنا مسابقه اسمها ماذا تعرف عن بيت العالم. والانبا خصص مجموعه من الجوائز لكل من يتحدث عن بيت العيله، لان بيت العيله بقى له اكثر من يعني 20 سنه وله نشاط. فبالتالي ارجو ان نعلن عن هذه المسابقه، وابونا ارمين طبعا يعني مشكورا قال لي بس هنوظف هذا، ويعني كلنا هنساهم في هذا. الحاجه الثانيه بقى فيما يتعلق بالتطوع، احنا ما كنا صغيرين كنا بنتطوع عشان نزرع شجر، علشان نرسم طريق، عشان نعمل معسكرات عمل. فبالتالي استاذن يعني استاذنا سليم دكتور عمرو ان احنا نتمنى قضيه مرصد للعمل التطوعي. هذا المرصد بيدور يجمع ما بين المتطوع وما بين الراغب في التطوع. خد بس يا ابونا يا استاذنا ان المرصد ده يا جماعه في اعلان عن عمل تطوعي في الحته الفلانيه، مين يحب يجي؟
فحييهم. يبقى احنا الايه لما تقول الوسيط اللي بيجمع بين المتطوعين وبين الراغبين في التطوع. زمان التطوع ما كناش بندفع فيه ولا مليم وناخده. في النهارده اقتراح ان يبقى في بدل بسيط كده للمتطوع اذا كان، انما طبعا لان في شباب برضو عشان نراعي حالتهم الاقتصاديه من الصعب ان احنا، ففي عندنا سبونسرز ممكن جدا يساعدونا، ودول هو هيستفيدوا جدا، ويعني سواء على مستوى الشخصي او على مستوى المؤسسات بتاعتنا. فاذا جاز ان احنا يعني نقترح هذا المرصد يبقى بنتبناه، ويبقى في له مؤسسه وفي ناس يعني يقوم به، ونبتدي نجمع ما بين التطوع من السن المبكره، ثم في ناس كبار في السن اللي فوق ال 60 وفوق ال 70 برضه جايز جدا يحب انه يتطوع ويخدم ده. شكرا. شكرا جزيلا استاذ الدكتور مسعد أمير. أمينة يعني مبروك من فضلك الكلمة الأخيرة بتاعت حضرتك تكون فيها تعريف بسيط بيت العائلة. يمكن يعني المؤسسة العربية للإعلام والثقافة احتمال عن ما لهمش فكرة كاملة عن بيت العائلة المصري. طيب قبل ما اعرف قصة بيت العيلة انا بدعو الجميع ان احنا نرفع دعاء خاص من اجل اخواتنا المشردين من النساء والاطفال. وفي عندنا اخواتنا كتير من السودان اللي تهجروا من اراضيهم وسابوا بيوتهم، برضو اخواتنا في فلسطين وخاصة في غزة. نرفع صلوات كتيرة ليهم، الناس اللي عالقة على الحدود وبتعاني من نقص في الأدوية والعلاج والأكل والشرب. قد إيه الواحد يتألم جدا لما يلاقي أخوه في ضيقة وفي مشكلة إن في حدث إصابة، أو اللي تضرروا من السيول وفقدوا منازلهم وفقدوا ذويهم، أو نتيجة الزلازل والدمار اللي أصاب هذه الدولة. في الحقيقة إحنا عايزين نرفع كلنا دعاء. أنا بثق جدا إن ربنا بيسمع دعائنا، وأنا بدعوكم كلكم في صلواتنا نرفع هذا الأمر. احنا عندنا في الكنائس ابتدينا نصلي من أجل صلاة مباشرة، برغم إن مفيش في الصلوات نظام الصلوات بتاعنا حاجة زي كده، لكن دايما الكوارث الطبيعية دي لازم بتدخل من ضمن صلوات.